يكون بيقولوا لنا هلا بيجي الاكل هلا بيجي الاكل. ماما هذيك المره حطت صحن بدت فيه مي، حطت حجار كل شوي تذوقنا، تقول له شفتوا ما استوى ما استوى. نقول له طيب بدنا ناكل جوعانين، قلنا طلعوا انت عم بتشوفوا عم تذوقن يوم ما استوى، وهو الحجار النار اني حجار. بس اخواتي الصغار ما بيعرفوا اني حجار. شلون يعني حجار؟ ما فهمت، احكي لي على السوا. يعني حجار مثل هيك ناعم، بتغسله منيح منيح، بتحطه بالصحن بتذوقنا اياه، كنا كل شوي شايفين ما استوى، ايش بدنا نعمل؟ ما استوى، ايش بدنا نعمل؟ يعني بتحط بالطبخه حجر؟ لا بتحط صحن وفيه مي، ايه؟ مي وصحن، بتحط فيه حجار انتوا هيك يعني تقول لهم كنا ماما ذوقوا يا اولادي شفتوا شلون ما استوى؟ نقول يا عمي طيب نحن جوعانين ايش بدنا نعمل؟ انت عن جد هيك عن جد هيك بصير لحد علمك هيك تحكي؟ لا احكي صدق معلش. والله ما حدا علمني، يعني على طول بردانين وما وهي قصه الحجار هيك عن جد امك بتحط حجار انه اساس هي اكل؟ والله العظيم يعني كنا طلعوا ما استوى، ايش بدي اكذب عليك؟ كنا عم بحكي كل شيء تقن. حسبي الله ونعم الوكيل. اخواتك الصغار بتصدقوا؟ ساعتهم صغار ما بيحكوا. ايه بقولوا انه ما سوت الطبخه. لا حول ولا قوه الا بالله. هي القصه ذكرتني بقصه عمر بن الخطاب لما راح عند احد النساء كانت حاطه بس مي بالقدر وعم تطبخه على النار على اساس انه اكل حتى طعم اولادها. فعلا نفس القصه او كثير مشابهه. لا حول ولا قوه الا بالله. نسال الله انه يفرج عن خديجه وعن اهلها، نسال الله انه يسخرنا لحتى نقدر نساعد هي العائله.